تعالي النهارده بقى اوريكي حاجتين احلى من بعض وقولي لي انهي حاجه فيهم عجبتك اكتر. تعالوا نبتدي الاول بالاير فراير. اير فراير رافائيل، السعه بتاعتها ما شاء الله 7.5 لتر. اول اير فراير ينزل معاها كتيب للوصفات، يعني هتلاقي شويه وصفات بالسمك والجمبري والفراخ واللحمه، حتى المعجنات عاملين لكم برضو لفائف البيتزا، كل ده جوه الكتيب الحلو ده. هتلاقوا فيه وصفات تحفه كده. رافائيل مش حرمانه من حاجه، عملت اللي عليها وزياده. جاي معاه طبعا شهادة ضمان. الضمان عليه 5 سنوات، يعني الايرفراير ده ضمانه 5 سنوات. شهادة الضمان بتجيلك مختومة كده. بصي الجسم الخارجي بيجي في كرتونة لوحدها، والحلة كمان بتيجي في كرتونة لوحدها. المهم ان الايرفراير دي بتيجي معاها شوية كماليات كده تحفة. بيجي معاها الاسفنشة بتاعة التنظيف اللي احنا بننضف بيها الحلة بتاعة الاير فراير، بيجي ورق كب كيك، وبيجي كمان ورق الزبدة اللي هو على شكل اطباق، ده اللي هو بنفرشه في قلب الاير فراير، وبخاخة الزيت. البخاخة دي من الحاجات المهمة جدا للاير فراير على فكرة. بصوا بتيجي كمان الحلة بتاعتها عبارة عن حلتين جوه بعض. يعني بصوا بنضغط هنا على الجزء ده، بنشيل الغطا الشفاف الاول ونضغط على الجزء اللي تحت الغطا الشفاف عشان نقدر نفصل الحلتين عن بعض، الحلة الداخلية والخارجية. بصوا مكتوب عليها هنا على الورقة المدورة دي الضمان 5 سنوات. تعالي نجربها في أكتر من حاجة. نعمل الأول كب كيك. حطيت بيضتين، معلقة فانيليا، نص كوباية سكر، نص كوباية زيت، رشة ملح. قلبت كل ده كويس قوي، وهضيف عليهم دلوقتي كمان نص كوباية لبن. وبعد كده هقلب حلو تاني، وارجع اضيف كوباية من الدقيق وربع كوباية من الكاكاو الخام. احط عليهم كمان نص ظرف بيكنج باودر او ما يعادل معلقة صغيرة مليانة، واقلب الكلام ده حلو قوي، وابدا اغرف بقى في قوالب الكب كيك. القوالب الورق بتاعه الكب كيك اللي بتيجي مع الاير فراير دي قوالب ورق، ممكن نحطها جوه القوالب المعدن، سواء بقى مدوره على قد الاير فراير كده صغيره، او المستطيله اللي بندخلها الفرن. لان لو حطينا فيها على طول كده من غير القوالب المعدن هتفتح، يعني وهي بتستوي هتفتح، هيبقى شكلها مش حلو. فانا هحط هنا في قوالب السيليكون دي بتاعت الكب كيك. ولو مش متوفره عندك ولا يهمك، ممكن تحطي كمان في الكوبايات الورق اللي هي بتاعت المشروبات السخنه، اللي هي دي بتاعت القهوه بقى والشاي والنسكافيه. ممكن نجيب الحجم اللي اصغر من كده كمان، اللي هو بتاع القهوه. هيبقى الارتفاع بتاع الكب كيكيه كده صغير مش كبير. هوريها لكم كمان دلوقتي بعد ما تستوي. عايزه اقول لكم حلوه قوي الاير فراير في الوصفات دي. ليه بقى؟ لانها سريعه، سريعه جدا عن لما هتسخني الفرن. يعني الوقت اللي هيستوي فيه الكيك ده انت بمجرد بس ان انت هتستني عشان تسخني الفرن، لان الفرن كبير. الاير فراير مش للاكلات الصحيه وبس يا جماعه، لا ده للحاجات السريعه كمان. تقدري تعملي الكب كيك لو عندك ضيف جه بسرعه وعايزه تقدمي له اي حاجه سريعه مع كوبايه الشاي، النسكافيه، الشاي بلبن، القهوه، الحاجات دي. الاير فراير دي فيها اكتر من برنامج. فيها بقى للمعجنات اللي هو مرسوم عليها مثلث بيتزا، فيها اللي جنبه ده اللي هو للكيك، فيها للفراخ، للسمك، للجمبري، للحوم اللي هي الريش دي اللي مرسومه. فيها كمان برنامج مخصوص لاجنحه الدجاج. فيها اللي اهم من كل ده اذابه التجميد. يعني متخيلين فيها برنامج اذابه التجميد؟ يعني ده هو دور الميكروويف اصلا. فاللي ما عندهاش مايكروويف ونفسها بقى في حاجه تفك بيها التجميد بسرعه، عشان مثلا مستعجله وما لحقتش تطلع مثلا الفرخه ولا حاجه، دي كمان فيها اذابه التجميد. الاير فراير دي انا شايفاها لقطه فيها كل اللي تتمناه اي ست بيت. انا دلوقتي سويت الكب كيك زي ما شفتوا كده، بيستوي على درجه حراره 180 وبياخد 10 دقائق. يعني بعد 10 دقائق بالظبط تقدري تطلعي الكب كيك وتقدمي بقى لضيوفك. انا دخلت دلوقتي كوبايتين ورق. احكي لكم موقف كده على بال ما تشوفوا كمان الكيك. فمره كان عندنا اختي وولادها، فابنها الصغير كان بيزن كده عشان اخواته ياخدوه الماركت يشتري حاجه، وبعد كلام كتير كده معاه ومحايله اتضح انه ايه، عايز انزل اجيب كيك بالشوكولاته. قلت له هعمل لك احلى من اللي بتجيبه من الماركت. دخلت في 10 دقائق عملت له كيك في الاير فراير وفي قوالب صغيره زي كده، واستوى بسرعه، وبقى مبسوط بيه اكتر من انه ينزل يشتري من الماركت. فبجد الاير فراير حلوه قوي قوي في الكب كيك مخصوص، او الكيك او الحاجات اللي زي كده. سريع جدا جدا. يعني اللي بتحب تعمل اي حاجه بسرعه كده، بسرعه بسرعه، بتحبش تقف في المطبخ كتير، انصحها تجيب اير فراير رافائيل. عن تجربه حلو جدا. بصوا بقى ده شكل الكيك اللي كان في الكوبايات الورق. فظيع بصراحة، وطري جدا وهش وخفيف. واهم من كل ده انه بيطلع، بحسه بيطلع في الاير فراير انعم بكتير قوي من لما كمان بنعمله في الفرن. فانا نفسي الكل يدوقه بصراحة ويجربه. المهم هنخش بقى على حاجة تاني. هو مش هنعمل فيه كب كيك وبس، لا ده احنا عارفين كمان اللي بيحبوا وبيعشقوا كده البطاطس المحمرة وبياكلوها وضميرهم مأنبهم. لا خلاص، من النهاردة مفيش تأنيب ضمير. هناكل بطاطس محمرة عليها بخة بس كده من الزيت، في البخاخة اللي جاية مع اير فراير رافائيل. هنرش بس كده بالبخاخة
بس خلاص مش هنحط زيت تاني كده، خلاص ضميرنا مرتاح. حطينا كمان من الورق في القاع من تحت عشان ما نبهدلش الاير فراير. عايزه اقول لكم استغلوا الورق اللي بيجي مع الاير فراير وفرشوا منه تحت كده اكتر من ورقه كمان، بحيث تبقوا مغطيين القاع كله بصراحه، بحيث تقعد معاكم نظيفه، مش كل شويه تفضلوا بقى تغسلوا فيها. بس طبعا بمجرد ما بتتبهدل يفضل انها تتغسل اول باول، ما ينفعش تبقى مكانها حاجه ونسوي فيها تاني. بس البطاطس بتطلع خطيرة، مش شاربة زيت، مش متحمرة، ما بتأنبش الضمير ولا حاجة واحنا بناكلها، بتطلع مقرمشة من بره ومستوية من جوه زي ما انتم شايفين كده. خلاص بقى من النهاردة هتريحي ضميرك مع اير فراير رافائيل. البطاطس حكاية. لو نفسك كمان في المسقعة ومنع المقليات، ممكن تحطي البتنجان والفلفل برضو كده زي البطاطس بالظبط، وبعد ما تطلعيهم تعملي لهم الصلصة بحبة زيت صغيرين خالص، يبقى معاكي احلى مسقعة ودايت وصحية ومش مقلية وفيها كل الصفات الحلوه دي. فراخ برضو كنت متبلاها من حوالي ساعتين 3 كده وسايباها في التلاجة. هجرب تسويتها برضو في الاير فراير. الخلطه بتاعتها او التتبيله ما حطيتلهاش اي زيت، رشه كده بالبخاخه على الوش. هشغلها بقى على البرنامج المخصوص للفراخ، هو موجود الرسمه بتاعته علامه الدبوس بتاع الفراخ، بس احنا ممكن نحطه عادي جدا على الفراخ وهي متقطعه كده 4/4. هنشغل بقى اهو حرف الام اللي تحت ده هو اللي بندوس عليه عشان نغير بيه النظام، يعني كل دوسه او ضغطه او لمسه على حرف الام بتغير النظام. بصوا هنا الفراخ انا بس حطيت الوش الاولاني، اللون طالع تحفه، والعظمه يعني اللحمه اللي عند العظمه بتاعت الدبوس من تحت بدات تفصل، اللي هي بيقولوا عليها ايه، بدات تشمر يعني بيقولوا كده، بدات تشمر فبدات تستوي. انا بس هنا قلبتها وشغلت برضو على برنامج الفراخ تاني، تطلع باللون القمر قمر ده شكلها يجوع. بصوا بقى شايفين من كتر ما هي استوت يعني خدت حقها في التسويه كمان، اللحم بدأ يطلع من عند الدبوس كده، في اصلا قطعه منهم وانا بطلعها يعني حسيتها اتهرت في ايدي. بصوا هوريكم كمان التسويه بتاعتها، وفي نفس الوقت كده بقت مستويه وجوسي من جوه. يعني احلى حاجه بحبها في تسويه الفراخ في الاير فراير انها بتطلع من جوه جوسي كده وطريه، مش ناشفه ومليفه كده، او زي ما بيقولوا ايه يعني بتبقاش ناشفه، فاهمين يعني؟ بتبقى وانت بتندغي كده بتحسيها لا جوسي من جوه كده وطريه. تسويه الاير فراير احلى بكتير قوي في الفراخ بصراحه من الفرن. فرافائيل انا حبيت اير فراير رافائيل. تعالوا بقى اوريكم مكوه رافائيل. مكوه البخار بتاعت رافائيل تجنن بصراحة، خطيرة. أنا هوريكم كم البخار اللي بيطلع منها دلوقتي، أنا ما شفتوش في مكوة بخار قبل كده. أنا استعملت أكيد مكاوي بخار قبل كده، بس أنا ما شفتش كمية البخار اللي بتطلع من مكوة رافائيل. بصوا هي بتيجي كده، يعني ده كده الوعاء اللي بنحط فيه المية أو التانك بتاع المية أهو. أنا حطيت فيه المية، سبت بس جزء كده فاضي من فوق بيركب في المكان ده. لازم نحط مية في الجزء ده، ما ينفعش نشغلها من غير مية لأن هي بالبخار. بيجي معاها بقى الستاند ده اللي احنا بنحطه على الاتنين الحامل دول، يعني بيجي 2 حامل ويجي ستاند بنحطه عليهم كده. تركيبها سهل جدا، بس انا بحاول اختصر بصراحة عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو. المهم لو انتوا هتحطوها على ترابيزة في ركن ولا حاجة ممكن تسيبوها بنفس الارتفاع بتاعها ده، لكن لو انتوا هتحطوها بقى في الارض تقدروا تطولوا الدراعين دول بتوع الحامل عشان يرفع الستاند لفوق، ولو هتحطوها على الارض بقى فعلا اهو هتطولوا كمان الجزء التاني. يعني بصوا هو بيطول مرتين، الدراعين بتوعها دول بيطولوا مرتين بحيث يبقى في نفس طولك كده. لو انت هتسيبيها بمستوى رأسي اهو او افقي كده تقدري تكوي عليها في الحالتين، يعني لو انت عاملاها رأسي او افقي تقدري تكوي في الحالتين. بس لو هتسيبيها افقي كده يفضل ان انت ايه هتنزليها تحت شوية. بصي لما بتحوليها من المستوى الافقي للرأسي لازم ترفعي الجزئين اللي فوق دول عشان ما تكسريهاش وانت بتنزليها يعني، لكن وانت بترفعيها عادي بتترفع على طول. لكن لما بتيجي تحوليها للمستوى الرأسي اللي هو اللي واقف كده لازم ترفعي الجزئين السود اللي من فوق دول. بصي بيبقى فيهم زي سوست او ياي كده من جوه، بمجرد ما بترفعيهم بتقدري ترجعيها تاني للمستوى الرأسي. بس هتقدري تكوي في الحالتين سواء في مستوى افقي او رأسي. المكوة دي بقى تقدري تكوي عليها كمان زي ما انا هوريكي دلوقتي بالبخار او من غير بخار. كده انت حطيتيها على وضع السخن بس، يعني هي كده مكوة سخنة مش بتطلع بخار ولا حاجة، وانت بتكويش بالبخار. دلوقتي عايزة تكوي بالبخار بقى في الزرار اللي جنب زرار التشغيل اهو، لو ضغطتي عليه واللمبه بانت انها لونها ازرق كده بيبدا يخرج البخار من المكوه. هتستني عليها بس ثواني، يعني استني كده
ثواني هتلاقيها بدأت تطلع بخار حلو قوي بقى. البخار ده في انك تكوي حاجات فيها مشغولات زي كده، مشغول عليها اي خرز او اي حاجة، فطبعا غلط ان انت هتدوسي عليها على ترابيزة المكوى، فمحتاجة تكويها وهي واقفة كده ببخار. الشيفونات بقى، الحراير، الستانات، الحاجات دي حلوة قوي فيها مكوة البخار. انا بوريكي بس ان ايه، تقدري تكوي كده وانتي واقفة، الستاند وراكي هو اللي ايه، المسند ليكي، يعني هو ده المسند. تقدري بقى تعملي الستاير وهي متعلقة، يعني بعد ما تغسليها وتعلقيها زي ما هي وهي متكسرة كده، تقدري بقى تكوي الستاير وتنضفيها، وكل ده بالبخار. شايفة كمية البخار اللي بتخرج قد ايه؟ طيب لو انتي مش عايزة تكوي بالبخار، اضغطي تاني على الزرار بتاع البخار لدرجة ان اللمبة الزرقاء دي تطفي، فبصي بيبدأ البخار يسحب نفسه واحدة واحدة، خلاص وقف البخار. كده بتكوي بيها زي اي مكوة سخنة عادية خالص وبس. بس انا عن نفسي بحب مكوة البخار جدا، يعني بحس انها بتكوي كل الدرسات والحاجات، الحراير والحاجات دي. بصوا كمان تقدروا تحطوا عليها الشميز او الجاكيت او اي حاجة انتوا حابين تكوها، تفردوا الجزء اللي قدام كده مش عارف ايه، كل ده تقدروا تعلقوه على الستاند نفسه. حلوة جدا فكرة الستاند دي، مش موجودة في معظم المكاوي البخار. يعني فكرة ان الستاند فيه مسند هو راكي وتقدري تكوي عليه وهو بشكل رأسي كده، ده مش موجود في كل المكاوي البخار بصراحة. مكوة رافيل بصراحة يعني فكرت كويس جدا في موضوع المسند ده او الستاند ده. انا شايفة ان هو عملي جدا، انا حبيته، يا رب تكونوا انتوا كمان حبيتوها. اسيبكم في حفظ الله واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.